عليكم حبيباتي الحلوين، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله كامل تكونوا في صحه جيده. ونرحب كامل مشاركاتي الوفيات، وايضا نرحب مشاركاتي جدد. نقول اخواتي مرحبا بكم في قناتي انا شاف ايمان. شريت اليوم وجربت وصفه تاع تريده قسنطينيه وجات روعه، وقلت علاش ما نشاركش معكم فيديو هكا تدوا فكره على الماكله تاع الشرق تاع صحاب قسنطينه، وجاتني انا روعه. اول خطوه اللي درتها في التريده خدمت المحمر خدمته بالصوص بيضه بالمرقه البيضاء، ما درتهاش حمراء درتها بيضاء. اول خطوه اللي درتها جبت هنايا شويه تاع الزيت، درت ربع كاس تاع الزيت، قطعت زوج حبات تاع بصله قطعتهم كبار، قطعتهم قطع صغيره. تبغوا نتوما ترابوهم ولا تقاشوهم بالاشواخ. حطيتهم في هذاك الزيت وخليتهم يتقلوا. هنايا بعد ما تقلت لي ودخلت لها شويه تقليه هذيك البصله وبدات تدبال لي شويه، حطيت هنايا في البصله حطيت المخصو تاع اللحم. هي باللحم تاع الخروف تجي بزاف بنينه، وقلت علاش ما نبروفيتيش مادام كاين اللحم تاع العيد، قلت نبروفيتي ونجربها ونشارك معكم الوصفه. حطيت هنايا مخصو تاع اللحم وزدت عليه شويه تاع الملح، ملح حتى الملح طبعا نديرو حسب الذوق، ما نديروش مالح بزاف. المحمر تاعنا ديجا تاني في التريده كي نفوروها رايحين نحطوا الملح. زدت معاه شيرات هنايا شويه تاع الحرور. المرقه تاعكم كاع بيضه ديروا غير الملح والحرور. تبغوها شويه زعما بنينه وكاع تزيدوا معاها شويه تاع سكينجبير شويه تاع كركم. كيما انا هنايا بغيت نبننها، ما بغيتش زعما كي صحاب الشرق يديروا غير الملح والحرور في المرقه البيضاء تاعهم. انا قلت ندير شويه كركم وشويه سكينجبير باش يعطوني هذيك البنه. خليت كلشي يتقلى ودوكا عندي حمص. جبت الحمص تاعي وحطيته مع اللحم. بعد ما تقلى لي حطيت هذاك الحمص مع اللحم والبصله وبقيت مرقت بالمطابخ. التمريق نديرو حوالي 6 كيسان 7 كيسان تاع المطابخ. نخلو المحمر تاعنا يطيب ونروحوا للتريده. التريده انا استعملت لا مارك تاع غيريدو، تجي شابه بالبزاف، غتنباع على القابسه تلقوها متوفره في كاع المحلات في كاع لي سيبرات. تلقوا التريده هكا في لي بو تاع غيريدو. حطيت انا هذاك الكيلو تاع التريده نحطوا عليه ربع كاس هكا تاع الزيت، عفوا هذا الكاس تاع الصغير هكا شويه مايه تاع ليتي نحطوا كيما شفتوا الكميه اللي درتها انايا ربع كاس. نخلط كاع هذاك الزيت ندخله غايه في التريده ونحطوا التريده تاعنا تفورنا. شوفوا انا كيفاش زيتها. دوك نجيبوا الكسكاس نحطوا الماء تاعنا يغلي ونحطوا هذيك التريده نفوروها للمره الاولى لمده ربع ساعه. خليتها انا تتفور لي لمده تاع ربع ساعه، ومن بعد كي تبدا تدخلها تفوار نبقوا نجيبوا المغرف ونخلطوا في هذاك الكسكاس تحتاني نطلعوا الفوق والفوقاني نهودوه لتحت. كما قلت لكم انا ديت لي المده تاع ربع ساعه، كل وحده وكيفاش القدره تاعها تفور بالخف ولا لا. انا ديت لي ربع ساعه. دوك نجيبها نحطها في الباسينه ونحط عليها كاس تاع الماء كيما راكم تشوفوا. حطيت انا كاس وشويه تاع الماء وخليتها تتشرب لي غايه هذاك الماء. بعد ما نشفت لي نخليها تنشف لي غايه ونعاود لها تفويره الثانيه الزاوجه. شوفوا هنا كانت نشفت لي من الماء. نزيد لها هنايا شويه تاع الملح حسب الذوق. ديجا كيما قلت لكم رانا دايرين في المحمر تسمى ثاني هنايا ما نكثروش نديروا نص مغرف صغيره. كيما راكم تشوفوا راه بدات تنشف لي هنايا من الماء. نعاود لها انا تفويره الزاوجه وتجي روعه. هاد الوصفه زعما انا ما كنتش جامي درتها، وكي درتها اول مره عجبتني بالبزاف. غادي ما نقعدش نستغنى عليها، نقول كل خطره نديرها. المهم هنا بعد شربت لي الماء كيما قلت لكم نعاود نحطها في الكسكاس ونعاود نفورها للمره الثانيه. شوفوا هنايا انا بعد ما فورتها راكم تشوفوا راني نعاود نرش فيها بالماء، نعاود لها شي التفويره الثالثه ما غاديش تدي لي بزاف، غادي نفوروها لمده 10 دقائق ماشي بزاف. والغطاء شيرات نوصيكم على الغطاء كي تبدا تفور لازم تغطوها في التفوار دائما تغطوها. المهم هنا بعد ما فورتها التفويره الثالثه قلعتها وزدت هنايا عليها مغرف كبيره تاع الدهان ونبقى نخلط فيها هذيك التريده وندخلها هذاك الدهان كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما انا نخلط وندخل في هذاك الدهان هنايا المحمر تاعي انا يكون وجد لي ويكون طاب لي ميم الحمص يكون طاب لي غايه كيما راكم تشوفوا. هنايا الحمص طاب لي ثاني اللحم. دوكا نجيب شويه من هذاك البويون نقلعو غير من الفوق ايوا نحطوه في هذاك التريده تاعنا ونخلوها تشرب هذاك البويون.
نخلوها تشرب لنا شويه من هذاك البويون. اوليو هنايا ما نعاودو نشمخوها بالماء، لا صاي مره صاي كي نفوروها 3 خطرات وكي نقلقوها التاليه نزيدوا لها غير البويون ونخلوها تشرب هذاك البويون باش تتبنن لنا وتدي لنا البنه شابه. وكاين اللي ما يفوروهاش 3 خطرات، كاين اللي يفوروها غير 2 خطرات، وكل واحد وكيفاش. كاين اللي يبغيها طريه بزاف، كاين اللي يبغيها شويه عاصيه. هنايا انا فورتها 3 خطرات ودرت لهم ربع ساعه في ربع ساعه في 10 دقائق، تما ما ديتليش بزاف. وكما قلت لكم عاودت بننتها بهذاك البويون. دوكا نعاود بعد ما شربت لي هذاك البويون نجيب هذيك التريده تاعنا نحطها هنايا في سوبيره كما راكم تشوفوا انا حطيتها في سوبيره، وزيد راني نحط عليها البويون اللي تبقى لي. انا كنت صفيته، قلعت الحمص صفيته في كسكاس، صفيت اللحم والحمص وخليت غير البويون، خليت البويون صافي تما راحت لي كاع هذيك البصله وكاع. بقيت نجيب هذاك البويون ونحط فيه على السوبيره اللي درت فيها التريده، وبقيت نشرب فيها ونحطيتها على النار متوسطه هاديه كاع، نقصولها على النار ونبقاو نخلطوا باش ما تلصقناش، نبقاو نخلطوا 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 ومن طون نزيدوا في هذاك البويون حتى نكملوه كاع وحتى تشرب لنا كاع غايه التريده تاعنا، وتكون هذيك هي تكون طابت لنا علامه وما تكونش جاتنا يابسه، وتكون غايه الغايه. يعني ما هذه الطريقه هي اللي صحيحه، وهذه هي الطريقه اللي تزيد تكمل لنا طيابها التريده. وشوفوا هنا الشكل النهائي خرجت لي روعه وبنينه، فيها واحد البنه، بنه الزبده وبنه هذاك المحمر، جات روعه. ميم الحمص طاب لي علامه، اللحم ثاني طاب غايه. وانا صراحه عجبتني التريده القسنطينيه، غادي نقعد نديرها كل مره. المهم اذا عجبتكم نتوما ثاني الوصفه ما تنسوش تخلوا لي جيم، ما تنسوش تخلوا لي كومونتير في لا فيديو تاع اليوم. كنقول لكم شتي تهلاو لي في رواحكم، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، ومع السلامه. ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم التريده وشهيه طيبه وشهيتكم في الجنه حبيباتي. مع السلامه.